المكملات الغذائية مش بنوصفها لبعض ومفيش حد في الجيم ممكن يديها لنا. المكملات الغذائية دي عبارة عن، حتى لو هي حاجات طبيعية، كيماويات بتدخل الجسم تطلع عن طريق الكبد والكلى، ليها جرعات معينة، واللي يعرف الجرعات دي ومن حقه يكتبها هو طبيب بشري، واللي يظبط الجرعات صيدلي. الكابتن في الجيم على راسي يديك التمارين اللي تطلع لك العضلات الصح، لكن ما يكتب لناش جرعات مكملات غذائية. الأطفال، وبقول أيوة الأطفال أقل من 18 سنة ممنوع ياخدوا مكملات غذائية إلا بعد تحاليل وتحت إشراف طبيب. احنا عموما حتى الكبار لازم قبل ما ناخد مكمل غذائي نطمن على تحاليل الكلى بتاعتنا، نبقى عاملين تحاليل كلى وصورة دم كاملة وبعض التحاليل الأخرى الطبيب لازم يكتبها علشان اطمن ان لما اخد مكملات غذائية مش هتتعبني. طيب المكملات الغذائية على فكرة حتى لما طبيب بيكتبها بيقول هتاخدها لفترة كذا وهنبطلها، مش هناخدها كده ايه طول ما احنا بنروح الجيم او بنحاول نتمرن.